اللي مش شايف إن مصر بقت مختلفة شكلا وموضوعا وجوهريا يبقى ده عنده مشكلة في النظر، يبقى ده لازم يكشف. الرئيس المصري ورئيس الوزراء والوزراء كلهم بلا استثناء شغالين، والناتج باين وكل يوم بيبان. وحاجة بسيطة بس كده هنقولها عشان بس نلخص الموضوع ده. معرض ايبكس، مش هنتكلم ان مصر بقت بتصنع مسيرات خاصة بمصر وبتصدر كمان، مش هنتكلم ان مصر بتصنع صواريخ وبتصدر، مش هنتكلم ان مصر بقت يا جماعة بتصنع سلاح وبتصدر وبتبيع. مصر بقت كده، اللي احنا ما كناش لحد وقت قريب البندقية ولا معرفش ايه ولا المدفع ايه، ده كله ما فيش فيه حاجة، احنا بقينا بنصدر. حاجة بس واحدة بس اللي احنا عايزين نتكلم عليها، حاجة اسمها الصلب المدرع. ايه الصلب المدرع ده؟ خلينا نقول بس حاجة صغيرة كده، في 6 دول في العالم فقط بينتجوا حاجة اسمها الصلب المدرع. يعني احنا شايفين احنا فين، احنا شايفين مصر ازاي، احنا شايفين الموضوع رايح فين. الصلب المدرع ده 6 دول في العالم فقط اللي بينتجوه، مصر من ضمنهم. ده بقى بيستخدم طبعا في العربيات المدرعة، في تدريع اي شيء خاص بالاسلحة. 6 دول في العالم، مصر من ضمنهم. هل ده صدفة؟ هل ده مش شغل الناس دي؟ هل ده مش مجهود ناتج عن الشغل والعمل بتاع الوزراء والرئيس ورئيس الوزراء؟ اللي مش شايف ان مصر بقت كل يوم في جديد وبقت كل يوم شكلها بيتغير، يبقى ده عنده مشكلة لازم يكشف على نظره.